ازيك يا حاجه كوكب؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. حاجه كوكب، انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ اكتر من 70 سنه. اكتر من 70 سنه. اه بتشتغلي بقى في الاراضي بقالك قد ايه؟ من عمري. من عمرك كنت بتشتغلي في من الاراضي؟ عمري انا بشتغل في الاراضي عشان اربي ولادي. عشان تربي ولادك. جوزك فين يا حاجه كوكب؟ ابي رب كريم. الله يرحمه يا رب. يرحمه ربنا في قبره وانا تعبانه كده. كنت بتحب جوزك بقى يا حاجه كوكب؟ كان نفسي عاش وكنت خدمت في عيني. كنت شحت عليه. كان نفسك جوزك يبقى عايش، كنت هتشحت على جوزك. والله يا ابني كنت شحت عليه. كنت بتحبيه يا حاجه؟ حاجه بعد وفاه جوزك اتبهدلتي بقى؟ اتبهدلت. ومربيه 8 امهم ماتت وسابته. مربيه 8؟ 8 امهم ماتت وسابته. 8 عيال. تعيطي ليه؟ مفيش. بيصعب علي. بيصعب عليكي نفسك؟ بيصعب علي نفسي. واحمد الله واشكر فضل مني كده. طبعا شلت طين على راسي في الاماين. واشتغلت اوبر رجاله في الاماين وفي المصانع وفي البيوت. وما سبتش حته لما رحتها فيك يا مصر في البيوت وبقيت انضرب عشان اكل عيالي. بالحلال. بالحلال. اهم حاجه الرزق بالحلال. بالحلال. الدنيا كلها تعرفني ان انا كان قدام مني ذهب وفلوس والدنيا بحالها قدامي. عمري ما رحت اسم ولا رحت شرطه. وكانت الناس بتحبني. بالحلال. بالحلال. وانت اشتغلت في البيوت وقصه شقاكي دي حاجه صعبه جدا. الحمد لله. بتعيطي ليه بس؟ مفيش. بيصعب عليا نفسي. ليه؟ معلش متبهدل. متبهدل يا استاذ محمد. عشان عندك 70 سنه ولا ايه؟ واشتغل. وبشتغل على العيال. عشان عندك 70 سنه وبتشتغل. تشتغل على العيال. كنت بتحب جوزك، كان نفسك تشحت عليه؟ كان نفسي اشحت عليه، اشيله على كتافي واكله واشربه. بس كان فاضل لي، ما كنتش اتبهدلت كده يا استاذ محمد. الراجل مصحف. انا بقول لك انا ست، بقول لك مصحف. جوزك كان مصحف؟ كان مصحف. يا ريته كان فضل شحت عليه. كنت شلت نخله والف كده واشحت عليه. نفسك في ايه بعد 70 سنه دول؟ بعد 70 سنه نفسي ازور محمد. نفسي ازور النبي. نفسك تزور النبي؟ ان شاء الله اموت هناك. تموتي هناك؟ ان شاء الله اموت هناك. انا بقول لك ان شاء الله اموت هناك. دي اللي عايزها من ربنا. بس انا ما معيش فلوس ان انا اطلع. ما معيش. نفسك تزور النبي محمد؟ نفسي ازور. مش قال الاول ان انت ترتاحي بقى في البيت يا حاجه؟ يا رب. يمكن انت جيتك خير عليا ورزق عليا. صدقني يمكن ربنا بعتك ليه. تعيطي ليه بس؟ انا مش عايزك تعيطي. صعبان عليا نفسي. ليه يا امي بس كده تعيطي ليه؟ تعيطي ليه؟ ما حدش داري بيها الا الله. كلنا جنبك وحواليك، وان شاء الله مش هنسيبك، وهتطلعي رحله عمره ان شاء الله. واكيد حد ابن حلال هيشوفنا دلوقتي وهتطلعي رحله العمره ان شاء الله. انا ماليش الا الله. كلنا مالناش غير ربنا. الشيء باين على وشك خالص يا حاجه. ماليش حد الا هو ربنا. ونعم بالله. ما بقعدش بيبقى فيا التعب وبطلع اجيب الاجره. طبعا. واخد علاج وانا جاي. واخد علاج وانا جاي وجيت اشتغلت. ده لما اقول يا حي وانت الحي ورجلي متربطه عشان تشتغل. اهي. تصدق رجلي متربطه اهي. ده كفايه رجليك في الماضي يا حاجه الوحيده. رجلي متربطه اهي يا قلبي. جبت علاج ب 5000 الا 200 عشان اخف ما اتخفتش من على شاشه التلفزيون. انت اللي انت عايزاه كله احنا هنعمله لك ان شاء الله. انا هاخد رقم تليفونك النهارده، والعلاج اللي انت عايزاه ان شاء الله ده هيكون متوفر بدون ما نتكلم بقى على الهوا. كلميني بقى نتكلم قصتك شويه. نفسك تزور النبي؟ نفسي ازور محمد. نفسك؟ مش عايزه حاجه من ربنا الا كده. ومعايا عيل عايز استره. وما معيش فلوس اجوزه. انا جبت لك من الاخر. خلينا في زياره النبي اهم من اي حاجه في الدنيا. ماشي يابا. هزور محمد. انت بتعيط عشان عايزه تزوري النبي ولا عشان معكيش فلوس تروح تزوريه؟ لا ما معيش فلوس ان انا اروح له. ونفسي اروح له. ما معكيش؟ ما معيش ونفسي اروح له. نفسي اروح. نفسك تروح؟ انا مش اشتغلت في اماين، قصيت شعري زي الرجال. عشان ما كنتش انا كنت بشيل طين على راسي في الاماين وفي المصانع. واشتغلت في البيوت. واشتغلت في الاراضي عن يدك اهو. وفي ايدي الشيطه اهي. وواخد علاج وانا جايه وبشتغل عند ابني اهو. ما انا شايفك وانت في الارض متبهدله يعني بس على فكره الشقه طعمه حلو. الحمد لله. صح؟ الحمد لله. في ناس كتير بيبقى معاه فلوس وما تعرفش تاكل سندوتش طعمه. احمد الله يابا. والله يا حمدان. صح كده؟ والله جعانه حمدان شبعانه حمدان. وحياه الرسول اللي نفسي اشوفه. جعانه حمدان شبعانه حمدان.
حمدك والله يا ابني، بنام على جنب واقول اتوكلت عليك يا رب، جعانه حمدك شبعانه حمدك. ونعم بالله. صدقني يا ابني والله مصدقك. حكم اللي انا على وشك من غير معاك، والله مصدقك، ولا تعرفني ولا اعرفك الا طبعا وقتها. طبعا والله. ما انا بقول لك اهو والله. المصريين دول جدعان قوي يا حاج. ربنا ينجيهم كلهم ويشفي كل مريض. جدعان قوي المصريين دول. ربنا ينجيهم كلهم ويشفي كل مريض. وانت اول الجدعان المصريين. الحمد لله. والله يا حاج. انا بقول الحمد لله. انت اول الجدعان المصريين. انا بقول الحمد لله. مين اللي جايب لك البورنيطه اللي على راسك دي؟ دي كنت شغاله في اسكندريه عند جماعه في البيوت، وجبتها علشان ماليش شغل الحار. جبتها على دماغي زي ما انت شايفني كده. تمام. جبتها على دماغي. شعر قصها زي الرجاله. صدقني والرسول اللي نفسي اشفع له. شعرك انت كبير شويه عني. انا بقول لك الصراحه. ليه بقى ليه؟ ما عدتش نهضه كده، ما عدتش نهضه عند ريحتك كده. ما عدتش نهضه تسرحيه يعني. كان طويل. كان طويل قوي. قصيته. قصيتيه. والرسول قصيته بكمر. صدقك والله. بس ربنا غفور رحيم ان انا قصيته. ربنا يغفر لي يا رب، عشان انا ماليش اقص. يا رب يا رب. الشقه باين على وشك، ملامح وشك الشقه باين عليها خالص. احمد الله واشكر فضله. احمد الله. احمده. حلو حمده وحش حمده. كنت كويس عند الناس اللي انت عندهم في اسكندريه اللي ادوك البرنيطه دول؟ اقسم لك بالله ضربوني. وبقيت مستحمله عشان اربي عيالي. انا انضربت. لا اله الا الله. وانا ست كبير عشان اشتغل اجر على العيال. عشان تبقى عارف. والله ما بكذب، والله ما بكذب. حاجه انا هسالك سؤال، تشتغلي وتشقي ولا تمد ايدك للناس؟ لا، اشتغل واشقى واكل. تشتغل وتشقي وتاكل. احسن ما تمد ايدك للناس. لا، اشتغل واشقي واكل على اخر لحظه في عمري. على اخر لحظه في عمري. بكلمك بجد. صدقك والله. مادة الايد صعبه جدا. مادة الايد يا ابني صعبه جدا والله. ببقى نايمه اقول يا حي وانت الحي، وبزعق من رجليا ومن ظهري واقول يا رب انت المعين. ما ترقبنيش جبت الارض يا رب عشان الاقي اللقمه كلها. ده اللي كنت بقوله. اكتر حاجه بتتعبك ايه في الدنيا؟ بتنامي كده وانت على المخده ظهري وركبي بس. ظهري قلبهم وركبي. عليك فلوس لحد حاجه؟ عليا. عليا والله. عليا 10,000 اللي هم عليا. هم 10,000 اللي عليهم مش عارفه اسدهم. قولي يا رب. يا رب ان شاء الله خير. يا رب. لو حد ابن حلال يشوفنا ويكون راجل مبسوط ومقتدر ويطلعك عمره يا حاجه كده، يرضي الاله، اقول له يسترك في الدنيا وفي الاخره. يسترك في الدنيا وفي الاخره، بس يرضيك الاله في صحتك وفي عافيتك وفي عيالك. يلا تجبر بخاطري وتزورنا الرسول. مش عايزه اكتر من كده. نفسك تندفن هناك؟ اندفن هناك، اموت هناك. نفسي اشوف اوطي على القدم بتاعك. هتجيبي لي ايه بقى وانت جاي من السعوديه لو طلعت العمره دي؟ والله لو انت في حته هسال عليك وهاخد رقمك واجي لك واجيب لك زياره ما حد جابها ابدا. الله يبارك انك هتوديني. انا بضحك معاكي زي والدتي لو وحياه النبي، ومن باب ان انت زي والدتي وبفضفض معاكي يعني وانت شغاله كده. حبيتك من قلبي والله. وانا كمان والله. الله يبارك. وانا كمان. كل سنه وانت طيب. وتعدي عليك بخير ويسترها معاك ومع اللي يطلعني. تقولي ايه لجوزك النهارده بقى؟ يرحمك الاله في قبرك وينور لك قبرك. ويا ريتك كنت فضلت ما كنتش اتبهدلت كده. بس غصب عني يا حاجه ويديك الصحه يا رب. بس غصب عني يا استاذ محمد. ربنا يبارك. اسال دوت. ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب. اسال دوت وده هو هيقول لي. انا من غير ما اسال يا حاجه انت واضحه قدامي اهو ووشك باين عليه كله. متابع موقع بصراحة الإخباري، قصة الحاجة كوكب يبكي لها القلوب. حقيقي نموذج مشرف في مصر، نموذج مشرف في مصر. طبعا هي من كفر الشيخ وعندها 70 سنة وبتشتغل في الأراضي الزراعية كده. غيرها قاعد على القافيهات والقهاوي مستني مامته تديله المصروف. يعني نفسها وأمنية حياتها تعمل رحلة عمرة. هي قالت له حاجة واحدة بس اللي هيطلعها رحلة عمرة، يرضيك الإله، دي بالدنيا كلها. تابعينا من محافظة كفر الشيخ. كان معاكم محمد مختار صحفي بالموقع.